مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. معاكم قناة حلو وحادق مع المسية. النهارده هنعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة بسرعة في 5 دقايق. الجو ساقع. محتاج حاجة تدفينا، بس الحمد لله يعني ما فيش شتاء وما فيش رعد وبرق. ده احنا في طوبة. طوبة تخلي الصبية كركوبة يعني زي ما بيقولوا، لكن الحمد لله طوبة جاية معدولة السنة دي يعني نوعا ما. ساعات بتيجي اكتر من كده. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير. ايه بقى الحاجة الحلوة ان احنا هنعملها بسرعة سهلة وسريعة؟ هنعمل الشعرية باللبن. بصوا يا جماعة، انا كنت وريتكم قبل كده وقلت لكم انا بحمر الشعرية كده في حلة. يعني انا عندي حلة قديمة تيفال اتقشرت، خدتها دعكتها، لان دعكتها بسلكة المواعين، لان بيقولوا ان اللزق اللي بيلزقوا بيه المادة السمرة دي او المادة السوداء دي بيبقى مضر. فانا خدتها دعكتها كذا مرة يعني، وخليتها مخصوص لتحمير الشعرية، لانها ادمت ومش هينفع تستعمليها في اي حاجة تاني، في طبيخ يعني تاني. فانا خليتها كده خليتها كده عندي. كل ما ابقى واقفه على البوتاجاز احمر حبه شعريه. عايزه تحمري لسان العصفور، عايزه تحمري اي حاجه ناشفه كده وتشيليها. خلي عندك حله زي كده تكون قديمه. لو ما عندكيش طبعا يبقى تحمري على طول في حاجه تكون ألمونيوم. ما ينفعش تحطي حاجه من اللي فيها ماده ما بتلزقش على النار من غير ماده دهنيه. يعني لو تيفال او جرانيت او ما شابه لذلك لازم تحطي فيها ماده دهنيه. لكن لو عايزه تحمري كده من غير ما تحطي ماده دهنيه، يبقى تكون حاجه قديمه عندك، عشان ما تبوظيش الحلل وترجعي تقولي ام ابانوب بوظت مني الحلل كلها. يا تحطي حله قديمه، يا مثلا حاجه المونيا، والالمونيا بتحمر حلو وبتستحمل يعني من غير ماده دهنيه، وترجعي بقى ايه تبقي تغسليها. انا بحمرهم كده وبشيلهم، بينفعوني الصراحه في الطبيخ في اي وقت زنقه عايزه اعمل شعريه باللبن كده، باخد منهم على طول. انا دلوقتي هاخد الكميه اللي انا عاوزاها، هاخد كوبايه. تقدري انت تزودي او تقللي براحتك خالص. انا باخد كده الكوبايه وبشيل الباقي زي ما هو في الكيس، ولا في التلاجة بقى ولا حاجه يعني. خلي بالك اهو كده، بروح ربطاه كده واروح شايلاه في الكيسه زي ما هو كده. كل ما احمر حبه احطهم عليهم، كل ما احب اخد منه. يلا بينا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه على طول. انا عندي حله على النار اهو، فيها ميه سخنه. على فكره مش شرط تسخني الميه، لان الشعريه كده كده متحمره، فمش راح تعجن يعني ولا حاجه. اهو هنزل كده بالكوبايه، هحط حبه كمان لان الميه كتير على الشعريه دي. وهسلقهم عادي خالص. وبعد كده نشوف هنعمل ايه في اللبن اللي احنا هنحطه. هنعمل فيه اضافه جميله وجديده هتديها طعم جديد، الولاد ما يزهقوش منها. حلا سهل وسريع، تعمليه في 5 دقايق في الشتاء اللي احنا فيه ده. هحط بقى حبه تاني واسيبهم يتسلقوا، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. انا حطيت الشعريه على النار استوت. عندي هنا كيلو لبن كيلو لبن بتاع اللبان. انا عندي هنا كيلو لبن، زودته كوبايه ميه. فعلشان انا زودت ميه هحط عندك لبن بودره، حطي معلقه كبيره او معلقتين. لو زودتي ميه يعني زي لو عاملاها باللبن بس ما تزوديش ميه. انا لقيت الشعريه كميتها كبيره على كيلو اللبن، فانا زودته زي ما بقول حضراتكم كوبايه ميه. هحط عندك معلقه كريم شانتيه، حطي اي حاجه تقدري تحطيها تغني طعم اللبن شويه. عندك معلقه كبيره وش اللبن حطي. احنا لسه كل دوت ما حطيناش معلقه سمنه كبيره للشعريه. لاحظوا اللي احنا كنا محمرينها من غير اي ماده دهنيه. هحط اللبن على النار وتعالوا نشوف هنعمل ايه كمان. هحط هنا بيضه، تقدري تحطي بيضه او بيضتين زي ما انت عاوزه. انا هحط بيضه واحده بس. اللي انا هعمله ده ينفع تعمليه بالصفار بس، وينفع تعمليه بالبياض والصفار. انا بعمله بالبياض والصفار، لكن هي الكريمه الاصليه او الاضافه الاصليه اللي احنا هنحطها دي بتتعمل بالصفار بس. انا عاملاها معاكم قبل كده كذا مره بالبياضه والصفاره، يعني بالبيضه الكامله، وطلعت في منتهى الجمال وناعمه وما فيهاش اي تكتلات. هي تتعمل بالصفاره بس عشان تبقى ما فيهاش تكتلات خالص.
هنضربها كده حلو. هحط لها كمان حوالي معلقه سكر. السكر بقى اللي هتحطيه للشعريه كلها ممكن تحطي كوبايه او على حسب ما انت عاوزه. انا بس هنا حطيت حوالي معلقتين كده علشان اضرب البيضه كويس. بصوا البيضه ما بقاش فيها اي تكتلات خالص كده. هنزل عليها بشويه ميه حوالي نص كوبايه كده وهقلبها كويس. هنزل كمان بمعلقه واحده بس كبيره هرميه، يعني معلقه كبيره جدا كده من النشا، بس مش هحط تاني. انا مش عايزه الشعريه تبقى سميكه، لا انا عايزه اديها بس طعم جديد غير طعم اللبن. هقلب كده اتقلبت اهي. وهحط كمان معلقه كريم شانتيه، برضو معلقه هرميه كبيره كده من الكريم شانتيه، وهقلب. ويلا بينا على النار نشوف هنعمل ايه. الشعريه استوت اهي خالص، يعني بصي زي الرز بلبن كده، تخليها تستوي حلو. بصي يعني نفشت وعطت كميه كبيره ازاي، فما تعمليش كميه كبيره لو ما عندكيش، يعني اعملي على القد يعني عشان ما تهدريش فيها، لكن هي بتدي معاكي كميه. بصوا هي استوت ونفشت ازاي وشربت كل الميه بتاعتها. هاجي بقى على اللبن، هحط حوالي كوبايه سكر كده، ولازم يسخن قبل ما انزل عليه بالخليط اللي انا عاملاه. طبعا التحليه زي ما انت عاوزه اهو. هقلب كده اما يبقى داخل بقى على الغليان هنشوف هنعمل ايه فيه، بس لازم يكون داخل على الغليان مش سخن بس. بصوا اللبن يا جماعه داخل على الغليان. انا خدت نص كوبايه لبن حطيتها على الخليط دوت، بس ما اتصورتش وقلبته كده عشان يبقى يعني سهل معايا كده من اللبن السخن ده. هنزل بقى بيه كده وايدك بتقلب على طول، ما ينفعش تسيبي ايدك. انا عارفه ان معظمنا يعرف الكريمه دي، بس عشان العرايس الصغيرين اهو. هي طبعا مش هتتقل، انا حاطه معلقه نشا واحده بس. وهنزل كده حاول معلقه فانيليا كده تديها ريحه حلوه. وهاخد اللبن ده انزل بيه بقى هنا على الشعريه اهو. طبعا الشعريه هيبقى طعمها جميل من الخليط اللي احنا عملناه لها ده. هنسيب الشعريه تغلي شويه، هتشرب اللي عايزه تشربه منه والباقي هيفضل فيها. بصوا عطتني كميه كبيره ازاي. هستناها بقى تاخد غلوه كده على النار. في الوقت ده لو دقتيها ولقيتيها عايزه تحطي سكر، يعني تقدري تزودي سكر زي ما انت عاوزه. بصوا هي كده حبايبي قوامها بقى جميل جدا، لان هي لسه بعد ما تبرد هتتقل. هاخد معايا بقى كده معلقه سمنه كده، يعني وتقدري تخليها من غير سمنه لو تحبي تعمليها من غير سمنه كده. معلقه كبيره، كميه كبيره يعني ما شاء الله. انا حطيت حوالي معلقه ونص الصراحه لان الكميه كبيره، وما تنسوش ان انا مزوده اللبن، فيعني عشان اعادل الطعم شويه وتبقى حلوه. يعني هي كده كده بصراحه بتبقى في منتهى الجمال. خلاص كده هي اخدت لها غلوه. بس القوام بتاعها مش طري ومش ناشفه. خلاص كده انا هطفي عليها ونغرفها سوا بقى. اهو يا حبايبي انا غرفته كده في اطباق زي الرز بلبن بالظبط. طبعا لو عايزه تحطي عليه شعريه او
زبيب او جوز الهند ينفع. عايزه تسيبيه كده ساده سيبيه. الحله لسه مليانه، هي بترمي كميه بتنفش، كلنا عارفين ان المكرونه بتنفش. يا رب تجربوا الطريقه دي في الشعريه بالتكه الجديده ديت، هتعجبكم وهتعجب الولاد جدا. كانت معاكم قناه حلو وحادق مع المسيه، مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك عندي، يسعدني ويشرفني اشتراكك جدا. والى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله مع حلو وحادق مع المسيه.